كان عامل مهم جدا في الوضع اللي يعني في البلد حاليا، وحتى اللي بيحصل في ألمانيا، القوة الناعمة لمصر، الفن والفنانين ودورهم ومشاكل النقابة واللي هيكون أستاذ أشرف زكي يعني يحمله من أفكار أو يعني شغل جديد ممكن يحصل في النقابة، خاصة إن في كلام كتير أثير بوجود خلافات داخل النقابة وما بين الفنانين نفسهم. أستاذ أشرف، مساء الخير، برحب بحضرتك معانا. مساء النور واهلا وسهلا. قبل ما ادخل على الانتخابات، أكيد طبعا لازم أسألك كمواطن مصري بالأساس عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والفنانين اللي موجودين معاه ضمن وفد شعبي، والكلام الكتير بقى اللي اتقال إيه اللي ودى الفنانين ويعني ده مش دورهم والحاجات دي كلها. أنت شايف الوضع إزاي؟ والله يعني الفنانين يعني فئة من فئات المجتمع، يعني اشمعنى احنا دايما نقول ايه اللي ودى الفنانين عشان المشاهير يعني؟ طب ما هو الوفد فيه ناس كتير هم رايحين كمصريين بيمثلوا فئة مهمة من فئات هذا المجتمع، يدعموا ويساندوا ويعبروا ويقولوا رأيهم، وده أنا شايف إن ده دور مهم جدا يعني. طب هو ده بيحصل يعني بشكل فردي كل فنان ورؤيته، ولا بيحصل بتنظيم بإعداد؟ يعني النقابة بيبقى ليها دور ولا ده بيتم إزاي؟ والله السفرية دي أعتقد إنها كانت بمجهودات فردية جدا، يعني بعض الفنانين تطوعوا أو يعني كانوا قاعدين مع بعض اتفقوا ويروحوا يساندوا. طبعا هم مش رايحين بشكل رسمي، يعني هم رايحين كده بشكل يعني من تلقاء نفسهم يدعموا الزيارة حسب ما أنا عرفت يعني. لكن قبل كده بتبقى طبعا المظلة الرئيسية النقابة أو أي جهة مسؤولة تبع وزارة الثقافة أو وزارة الإعلام بتنظم حاجات زي كده. لكن يعني الانطلاقه التلقائيه دي، المبادره التلقائيه دي بتبقى مهمه جدا، ان انا دي رغبه مني ان انا اساند رئيس جمهوريتي في ظرف متوتر يعني. قلت لي قبل كده تبقى النقابه، لكن دلوقتي بشكل فردي، يعني افهم من كده، مش عارفه يبقى وجهه نظرك ايه حضرتك؟ يبقى المساله منظمه ويتم الاعداد ليها كويس قوي، مين اللي رايح، يعني يبقى المساله مدروسه، ولا كل واحد وهواه؟ لا انا مع انا مع انها تبقى مدروسه. يعني لو طلبوا فنانين يعلنوا مثلا خلال النقابه كجهه شرعيه، والفنانين اللي حابين، لان دول بيطلعوا تقريبا على حسابهم يعني بيتحملوا تكاليف السفر والاقامه وكده. اللي حابب انه يشارك يتفضل، لان ده دور كل مصري ان احنا نساهم في اي حاجه تخص بلدنا. القوه الناعمه لمصر طبعا القوه الناعمه لمصر وضعها ايه؟ لا زي الفل. قلقانه ليه؟ لا احنا تمام يعني الحمد لله تمام. لا الاسره الفنيه بخير. يعني مصر عظيمه وعظيمه بفنها ويمكن انا بتشوفي وانت ماشيه دلوقتي في الشوارع اعلانات المسلسلات بتاعت رمضان بدات تنزل. ويعني عرس درامي فني بيشارك فيه الفنانين وبيشارك فيه كل الاسره الفنيه، مخرجين، مهندسين، مونتير، كله الى يعني الصناعه بخير. طبعا بخير والمؤشرات بتقول ان اللي جاي احسن.